السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا سوا عن اليو اي واليو اكس، عرفنا ايه هو الفرق بينهم، ولو انا عايزة ابتدي دلوقتي مثلا دراسة ابتدي اني اسهل واسرع اليو اي ولا اليو اكس. كمان عرفنا ازاي نبتدي اصلا المجال ده وازاي نبتدي دراسة فيه. فلو ما شفتوش الفيديو اللي فات هتلاقوا اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف، روحوا شوفوه وان شاء الله يعجبكم جدا وتستفادوا منه كتير. اما بقى الفيديو بتاع النهارده احنا هنتكلم سوا عن الشغل في مجال اليو اي يو اكس ديزاين. دلوقتي انتوا قدامكم طريق من الاثنين. الاول هو ان انتوا تشتغلوا كفريلانسر او كعمل حر في منصات ومواقع كتير جدا تقدروا من خلالها تشتغلوا كفريلانسر. يعني هشارك معاكم المواقع دي يا اما في الفيديو ده او في الفيديو الجاي ان شاء الله لو الفيديو ده كان طويل شويه. اما بقى الطريق التاني وهو ان انتوا تشتغلوا تبع شركه معينه، وفي برضو مواقع كتير جدا اشهرهم طبعا لينكد ان، لكن في مواقع كتير تانية موجود عليها وظائف حوالين العالم كده في شركات مختلفه تقدروا ان انتوا تقدموا فيها. طيب الاحسن ان انا اشتغل فريلانسر ولا اشتغل في شركه؟ يعني تنصحينا بايه؟ اول حاجه ده ليه مميزات وعيوب وده ليه مميزات وعيوب، فانا هكلمكم عن الاثنين وبعدين بقى تختاروا انتوا ايه الانسب بالنسبه لكم. بالنسبه للفريلانسر مثلا فهو ليه ميزات كتير، زي مثلا ان انتوا بتشتغلوا في الوقت اللي انتوا عايزينه، بتختاروا الشغل اللي انتوا عايزينه، مفيش حد يعني بيقول لكم هتعملوا كذا ومفيش تاسكات معينه، انتوا اللي بتعملوا كل حاجه بنفسكم، وكمان بتختاروا الوقت المناسب ليكم وكده يعني. اما بقى من العيوب بتاعته مثلا ان انتوا مش ضامنين ان انتوا هتلاقوا شغل على طول. يعني مثلا ممكن تشتغلوا على مشروع النهارده تقعدوا مثلا في اسبوع اتنين خلصتوه خلاص، ممكن بقى تقعدوا شهر مثلا شهرين مفيش حاجه جديده ان انتوا تعملوها، فدي برضو من العيوب بتاعته، الشغل بتاعه مش مضمون قوي. اما بقى بالنسبه للشركه فمثلا من العيوب بتاعتها ان هي عكس الفريلانسر، انتوا بتشتغلوا على تاسكات معينه بتكون مطلوبه منكم ولازم كمان تخلصوها في وقت محدد، عدد ساعات معينه لازم تلتزموا بيها، يعني بيبقى في شويه تحكم كده. لكن الميزه هنا ان انتوا عارفين ان في اخر الشهر ده في فلوس داخله وخلاص. لكن برضو من العيوب بتاعت الشركات ان الموضوع بيكون صعب شويه ان انتوا تقدموا يعني على شركه في البدايه. معظم الشركات بتلاقيهم طالبين اكسبيرينس او خبره 3 سنين 5 سنين 10 سنين وهكذا، حتى اللي بيكونوا طالبين انتري ليفل او يعني طالبين اللي هم لسه ما عندهمش خبره كبيره او كده بيكونوا طالبين على الاقل سنه. فالموضوع بيبقى صعب شويه وبيكون الموضوع فيه يعني منافسه كبيره جدا، فبيكون صعب ان انتوا تلاقوا وظيفه بسهوله. كمان في حاجه بتقدمها بعض الشركات زي الانترنشيب او التدريب، فتره تدريب كده بتكون عباره مثلا في بيخلوها شهرين، في بيخلوها 4 شهور، في 6 شهور على حسب. في منهم بتبقى مدفوعه وفي منها مش مدفوعه. يعني في شركات بتقول لكم ان انتوا هتخشوا تتدربوا معانا مثلا فتره كذا وهتاخدوا في الشهر طبعا مش نفس المرتب بتاع الموظف العادي، لكن في شركات تانية بتعمل فتره التدريب دي لكن من غير مرتب يعني شهري. وعامه فتره التدريب دي بيبقى ليها ميزات، لان مثلا لو انتوا زي ما قلت ما عندكوش لسه اي اكسبيرينس خالص وما اشتغلتوش في شركات قبل كده وكان الموضوع ده لسه جديد بالنسبه لكم، فبتكون فتره التدريب دي فتره بتساعد الواحد ان هو ياخد اكسبيرينس او ياخد خبره في المجال ده ويعرف اكتر عن الشغل في الشركات وكده، وبالتالي لما يجي يعمل سي في فيما بعد هيبقى عنده خبرات كويسه يقدر ان هو يقدم بيها على شركات تانية. ده كده كان باختصار شويه معلومات كده سريعه عن الفريلانسر او العمل الحر وعن الشغل تبع شركه معينه. طيب دلوقتي بقى لو انا مثلا عايزه اشتغل سواء فريلانسر او اشتغل تبع شركه، فمهم جدا جدا يكون عندكم معرض اعمال. مثلا هتسالوني طب انا لسه جديد في المجال ده، انا ما عنديش شغل قبل كده، ما عملتش مشاريع قبل كده، ما اشتغلتش مع شركه او عملت لحد يعني تطبيق او موقع، فاعمل ايه؟ اول حاجه معرض الاعمال ده مش لازم ان انتوا تكونوا شغالين مع تيم ومش لازم ان انتوا تكونوا عاملين الموقع او التطبيق لشخص معين، لا انتوا اشتغلوا على الحاجات دي بنفسكم، فكروا في فكره تطبيق او فكره موقع، يعني كذا تطبيق وكذا موقع وابتدوا اعملوهم، بس كل موقع طبعا بيبقى عن حاجه مختلفه والديزاين بتاعه مختلف وكمان التطبيقات نفس الحكايه، وارفعوهم على مثلا بيهانس او دريبل. ايه هو بيهانس او دريبل اللي ما يعرفوش؟ هم من اشهر المواقع اللي الناس بتستخدمها علشان تعرض اعمالهم عليها. مش بس اليو اي يو اكس ديزاينر، لا موجود ناس بيشتغلوا حاجات تانية كتير مختلفة، سواء بقى في البرمجة، المصورين مثلا، يعني اشغال كتير مختلفة وكلهم بيعرضوا الاعمال بتاعتهم على بيهانس. خلوني اوريكم مثلا بيهانس ده. مثلا موقع بيهانس زي ما احنا شايفين كده هتلاقوا فيه اعمال مختلفة هي لناس من حوالين العالم. الاعمال دي مش كلها يو اي يو اكس ديزاينر، في حاجات مختلفة زي ما احنا شايفين. ممكن ان انتوا تعرضوا الصورة بس، يعني صورة التطبيق بس او كذا صورة للتصميم بتاعكم. ممكن كمان ان انتوا تعرضوا خطوات عملتوها اثناء التصميم ده. الخطوات دي يعني اللي هي ايه؟ الخطوات دي ليها علاقة باليو اكس ديزاين، اتكلمنا شويه عنه في الفيديو اللي فات فممكن ترجعوا تشوفوه. وكمان هيبقى فيه فيديوهات جايه بتشرح اكتر عن اليو اي ديزاين لوحده وعن اليو اكس ديزاين لوحده. مواقع زي دي اللي هي زي موقع بيهانس مثلا لما بتنشر عليها اعمال كتير وبتبدا الاعمال دي توصل لناس كتير، ممكن حد فيهم يعجبه العمل مثلا اللي انتوا عاملينه فيبتدي يتواصل معاكم علشان يوظفكم، فبيحصل توظيف برده من هنا. وكمان زي ما انتوا شايفين كده في وظايف هنا تقدروا ان انتوا كمان تقدموا على وظايف من هنا، تبحثوا مثلا عن اليو اي يو اكس ديزاينر مثلا، او لو انتوا جرافيك ديزاينر ايا يكن يعني فتبحثوا عن الحاجه دي
وتبتدوا تشوفوا الشغل المناسب بالنسبه لكم وتقدموا عليه. الدريبل نفس الحكايه برضو، تقدروا ترفعوا عليه الاعمال بتاعتكم زي كده. الموضوع سهل مش صعب خالص. فباختصار كده معرض الاعمال هو حاجه مهمه جدا لازم تكون عندكم، حتى لو انتوا لسه ما عندكوش خبره في اي شركه قبل كده، وحتى لو ما عملتوش اي تطبيق ولا موقع ولا اي يعني مشروع لشخص معين. المشاريع دي اشتغلوا عليها بنفسكم بافكار مختلفه وحطوا التصميمات بتاعتكم، بحيث ان انتوا لو حتى هتشتغلوا فريلانسر فالشخص اللي هيطلب منكم الشغل ده محتاج ان هو يشوف اعمال ليكوا قبل كده، فبالتالي هيكون عندكم معرض اعمال كويس يشوفه ويقدر يشوف منه الشغل بتاعكم. كمان لما تيجوا تقدموا على شركه نفس الحكايه، الشركه ساعات بتطلب معرض اعمال على بيهانس او دريبل او مواقع زي كده، فلازم يكون عندكم برضو حساب على بيهانس وتعرضوا عليه الاعمال بتاعتكم. طيب انا دلوقتي عايزه اشتغل في شركه، ايه الخطوه اللي اعملها؟ اول حاجه لازم يكون عندكم سي في مكتوب بطريقه كويسه بطريقه منظمه، وفي طبعا على النت كميه مواقع كتير جدا مختلفه فيها قوالب مختلفه للسي في، وبتساعدكم ان انتوا ترتبوا السي في بطريقه كويسه وتكتبوه بطريقه منظمه. فابحثوا كده عن قوالب مختلفه للسي في وهتلاقوا مواقع كتير بتساعدكم على كده. وكمان لو انتوا حابين ان انا اشارك معاكم بعض المواقع دي فقولوا لي في الكومنتات وان شاء الله اشاركها معاكم في فيديو من الفيديوهات الجايه. وكمان لو انتوا كتبتوا السي في بتاعكم او لسه يعني هتكتبوه وحابين ان انتوا تشاركوا السي في ده معايا، بحيث لو عندي اي حاجه اي ملاحظه او كده اشاركها معاكم وان شاء الله اقدر اساعدكم، فتقدروا تبعتوا لي السي في بتاعكم على انستجرام. هتلاقوا اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف. فما تنسوش كمان تروحوا على انستجرام وتعملوا فولو هناك، اشارك معاكم هناك تصميمات مختلفه وشويه نصايح ليها علاقه باليو اي يو اكس. طيب دلوقتي بقى انا عملت السي في وخلصته، هل مطلوب مني حاجه تاني؟ معظم الشركات خصوصا لو انتوا بتقدموا على يو اي يو اكس ديزاين، معظم الشركات بتطلب منكم حاجه اسمها بورتفوليو. فايه هو بقى البورتفوليو ده وازاي نعمله؟ اول حاجه كده البورتفوليو ده عباره عن موقع شخصي. الموقع ده بيكون فيه اللوجو بتاعك، اللوجو الخاص بيك انت، بيكون مكتوب الاسم بتاعك، كمان بيكون موجود فيه اعمالك، معلومات عنك. خليني كده اوريكم شويه من البورتفوليوز دي وتشوفوا شكلها عامل ازاي وترتيبها عامل ازاي، بحيث تعرفوا اكتر او تفهموا اكتر اللي انا قصدي عليه. فمثلا زي ما احنا شايفين دلوقتي عندنا البورتفوليو اللي احنا شايفينه ده هو كده باختصار شكل البورتفوليو. طبعا الشكل ده مش شكل اساسي، يعني كل واحد بيعمل البورتفوليو ده بالشكل اللي هو عايزه. هوريكم اكتر من شكل دلوقتي. كمان الحاجات اللي مكتوبه هنا مش حاجات اساسيه ان انتوا تكتبوها، بتختلف من شخص للتاني. هنشوف دلوقتي مع بعض. مثلا الشخص ده كاتب هنا الاسم بتاعه وكاتب هنا الرول بتاعه فيجوال اند يو اكس ديزاينر. كمان حاطط هنا طرق للتواصل لينكد ان وكده. هنا بقى حاطط البروجكتس بتاعته، الاباوت، الريزمي، الفيجوال، وحاطط هنا المشاريع اهو اللي هو شغال عليها او اللي اشتغل عليها. لما تيجوا تحطوا المشاريع بتاعتكم مش لازم ان انتوا تكونوا عاملين المشروع كله لوحدكم، ممكن تكونوا عاملينه مع تيم. التيم ده مش لازم يكون في شركه، ممكن يكون مثلا تيم من صحابكم او كده. فبتبتدوا ان انتوا تحطوا المشروع اللي انتوا عملتوه، لكن بتركزوا اكتر على الرول اللي انتوا عاملينه. يعني لو انتوا يو اي ديزاينر مثلا بتركزوا اكتر في الشرح على الدور بتاعكم ده، وبتركزوا على الحاجات اللي انتوا عملتوها. لو جربنا نفتح اي مشروع من المشاريع دي مثلا، هنلاقي بقى من جوه المشروع زي ما احنا شايفين كده تفاصيل كتيره عن المشروع والخطوات كلها اللي هم خدوها علشان ينفذوا المشروع ده. طب ايه هي بقى الخطوات دي اللي احنا هنكتبها دي ونكتبها منين؟ اول حاجه الخطوات دي ليها علاقه باليو اكس ديزاين. انا شرحت اكتر عن اليو اكس ديزاين في الفيديو اللي فات، اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف، فروحوا شوفوه. انا شرحت اكتر عن اليو اي ديزاين وعن اليو اكس ديزاين، فالخطوات دي بتكون في اليو اكس ديزاين. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه انا هشرح بالتفصيل عن اليو اي ديزاين لوحده وعن اليو اكس ديزاين لوحده وعن الخطوات دي كلها وازاي ان احنا نقدر نعمل المشاريع اللي احنا هنعرضها على البورتفوليو بتاعنا. فده كده كان باختصار ايه هو البورتفوليو. احنا بنعرض عليه الاعمال بتاعتنا لكن بنعرضها بتفصيل اكتر، مش زي بيهانس او كده. طيب تعالوا نشوف مثلا شكل تاني. ده مثلا شكل تاني للبورتفوليو، طريقه مختلفه تماما. زي ما قلت لكم البورتفوليو ملوش نمط معين، ملوش قالب معين، لا انتوا اللي بتعملوا اللي انتوا عايزينه كله. يعني مثلا الشخص ده حاطط الريزم بتاعته هنا وحاططها كمان فوق هنا في النافيجيشن ده. كمان حاطط البيهانس اكونت بتاعه، التاني ما كانش حاطط بيهانس. الاباوت موجوده. طيب بصوا الحاجات الاساسيه اللي هتلاقوها موجوده في معظم البورتفوليوز او في كل البورتفوليوز تقريبا اللي انتوا هتشوفوها، هي الاعمال بتاعتكم والاباوت عنكم، بتتكلموا شويه عن نفسكم. كمان تقدروا بقى ان انتوا تحطوا الريزمي بتاعتكم، ناس كتير حطاها وممكن ما تحطوهاش انتوا عايزينه. طبعا الاحسن ان انتوا تضيفوا بقى شويه حاجات زي البيهانس، زي لو انتوا عندكم دريبل مثلا واللينكد ان والحاجات دي ممكن ان انتوا تضيفوها. طبعا لو نزلنا تحت كده هنلاقي هنا شويه من الاعمال بتاعته. ممكن نفتح برضو مثلا اي عمل هتلاقوا موجود العمل ده بالتفصيل زي ما انتم شايفين بكل الخطوات اللي هم اتبعوها علشان يوصلوا للتطبيق النهائي اللي هم عملوه. وكمان مثلا الشخص ده زي ما احنا شايفين عامل لوجو، يمكن البورتفوليو الاولاني ما كانش فيه لوجو. فزي ما قلت لكم هي حاجه بترجع لكم في الديزاين بتاعكم. اشكال كتير مختلفه، ولو انتوا بحثتوا اصلا عن امثله للبورتفوليو هتلاقوا اشكال كتير جدا مختلفه. مش لازم تشوفوا البورتفوليو بتاعت بس الناس اللي هي يو اي يو اكس ديزاينر مثلا، ممكن تشوفوا الناس تانية كتير مختلفه، لان ممكن يعجبكم مثلا شكل معين فتبتدوا ان انتوا تاخدوا منه فكره وهكذا. فمش لازم ابدا ان انتوا تشوفوا بس بتوع اليو اي يو اكس ديزاينر. ده مثلا شكل تاني لبورتفوليو تاني زي ما انتوا شايفين كده.
ده النافيجيشن بتاعه محطوط بالطريقه دي، اللوجو بتاعه هنا، وكمان حاطط الاعمال كده بالطريقه دي. فيها طرق كتير مختلفه تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. طيب انت دلوقتي بتكلمينا عن البورتفوليو، ودي حاجه مثلا هنحتاجها لسه بعدين، يعني ما نبتديش فيها دلوقتي. طيب هو بالعكس خالص، انتوا محتاجين ان انتوا تبتدوا في البورتفوليو من دلوقتي. حتى لو انتوا لسه بادئين ابتدوا اشتغلوا عليه حاجه حاجه. البورتفوليو مش حاجه بتخلص في يوم او اتنين، هيقعد معاكم وقت كبير جدا عشان تخلصوه وتعملوه بشكل كويس. يعني ابتدوا فيه من دلوقتي، ابتدوا فيه خطوه خطوه. في البدايه مش هيبقى احسن حاجه، دي حاجه عاديه جدا. اي حد بيبتدي لسه في البدايه طبيعي اول حاجه بيعملها مش بتبقى احسن حاجه. بعد شويه بيبتدي ان هو يطور من المهارات اللي عنده، وبيبتدي يعمل حاجات احسن بكتير. فابتدوا فيه من دلوقتي. وطبعا عادي جدا ان انتوا بعد شويه بتبتدوا ان انتوا تغيروا البورتفوليو بتاعكم، بتعملوا حاجه احسن. يعني مثلا انا كنت حابه اشارك معاكم صراحه البورتفوليو بتاعي، لكن انا حاليا بعمل عليه شويه تعديلات. فلما اخلصه ان شاء الله هشاركه معاكم في فيديو من الفيديوهات الجايه، وهوريكم اول بورتفوليو خالص عملته والبورتفوليو دلوقتي. هتلاقوا طبعا في اختلاف بينهم هما الاثنين، فدي حاجه طبيعيه جدا. مش لازم من اول مره الحاجه هتطلع جامده قوي وما فيهاش غلطه، لكن بعد شويه هتلاقوا نفسكم اتطورتوا، وهتلاقوا نفسكم بتعملوا بورتفوليو احسن بكتير. وبالنسبه لو عندكم اي سؤال تاني عن البورتفوليو، او محتاجين اي مساعده فيه او في التصميم بتاعه، اكيد اتواصلوا معايا برضو على الانستجرام، اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن بوكس. طيب كويس قوي، دلوقتي انا هبدا في البورتفوليو. ابدا بقى في التصميم بتاعه ازاي؟ دلوقتي انتوا برضو عندكم خيارين. الخيار الاول هو ان انتوا تصمموا البورتفوليو ده بنفسكم، ودي حاجه انا بحبها اكتر. يعني بحب ان انا اصمم البورتفوليو بتاعي بنفسي. على فيجما مثلا ببدا ان انا اصمم الديزاين بتاعي، اعمله بالشكل اللي انا عايزاه وبالتصميم اللي انا عايزاه. طبعا بعد ما بتشوفوا بقى بورتفوليوز كتير مختلفه وبتشوفوا افكار كتير مختلفه، وتبتدوا ان انتوا تعملوا التصميم بتاعكم بنفسكم، حتى بعد مده معينه بقى اما تبتدوا مثلا شهور تعدي او سنه او كده، هتلاقوا نفسكم اتطورتوا في المجال، وهتبتدوا ان انتوا تطوروا البورتفوليو بتاعكم من جديد بنفسكم، وهتحسوا بقى بالاختلاف اللي حصل في المده دي، على عكس ما تعملوه جاهز على طول. يعني هو ينفع نعمله جاهز، اكيد ينفع تعملوه جاهز. اقصد ان في مواقع بتساعدكم ان انتوا تعملوا البورتفوليو بتاعكم اونلاين عليها، وبتضيفوا عليها كل حاجه كده على قوالب جاهزه، وبعدين بتعملوا لها داونلود، او يعني بتاخدوا اللينك بتاعكم. لكن عشان تاخدوا اللينك ده بيبقى طبعا بفلوس. كل موقع بيختلف عن التاني. خليني اشارك بقى معاكم في الفيديو ده شويه مواقع تقدروا ان انتوا تستخدموها علشان تعملوا البورتفوليو بتاعكم جاهز. اول بورتفوليو تقدروا تعملوه من خلال ادوبي. اللينكات بتاعه المواقع دي كلها هتلاقوها موجوده يا جماعه في الديسكريبشن بوكس برضو، فتقدروا تعملوا بقى من ادوبي هنا. لكن لما تخلصوه طبعا البورتفوليو وتيجوا تنزلوه، او تيجوا يعني تاخدوا اللينك بتاعه، بيطلبوا منكم مبلغ مالي معين علشان تقدروا تاخدوا اللينك ده. بيبقى اشتراك تقريبا شهري سنوي حاجه زي كده. هنشوف دلوقتي مثلا لو احنا عملنا جيت ستارتد، هنا بيسألوكوا عايزين تعملوا فول بورتفوليو ولا تعملوا ويلكم بيج بس، يعني عبارة عن صفحة واحدة بس، ولا تعملوا بورتفوليو بشكل كامل. فمثلا احنا نعمل فول بورتفوليو. هتلاقوا هنا عندكم قوالب كتيرة اهي مختلفة، تقدروا تختاروا بقى اي قالب انتوا عايزينه من ده وتشتغلوا عليه. فاحنا هنختار مثلا اي قالب كده منهم ونجرب. مثلا لو اخترنا القالب ده، فهم بيوروكوا شكل القالب دلوقتي. ادي الوركس بتاعتهم بيظهر بالشكل ده. تكتبوا الاسم بتاعكم هنا، وبتغيروا الاسم برضو هنا، وبتكتبوا هنا كده نبذه صغيره عن نفسكم. كمان بيبقى فيه الوركس والاباوت والكونتاكت، وهنا فيه البيهانس والفيسبوك وحاجات زي كده. تقدروا طبعا تغيروها على حسب اللي انتوا عايزين تضيفوه. وهنا لو ضغطنا كده بينزل بالشكل ده. تقدروا بقى تضيفوا الاعمال بتاعتكم هنا. وكمان تقدروا ان انتوا تشوفوا شكل البورتفوليو بتاعكم على التابلت، على التليفون، وعلى الديسكتوب عادي. اشكال كتير مختلفه وقوالب كتير مختلفه تقدروا ان انتوا بقى تشوفوها وتشوفوا ايه الانسب بالنسبه لكم. زي ما احنا شايفين كده، بتضغطوا هنا على الزرار ده اللي هو يوز الزيم. طبعا هيقولوا لكم دخلوا الايميل بتاعكم او اعملوا ساين اب، يعني لو انتوا ما عندكوش ايميل. زي ما احنا شايفين كده، لو انا فتحت دلوقتي عشان اعدل بقى على الحاجات دي، فببدا ان انا اغير في كل حاجه. زي ما احنا شايفين اقدر اغير على اللوجو. لو انا ضغطت على اللوجو هنا هلاقي هنا زي ما احنا شايفين نقدر نغير التكست اللي هو اسم اللوجو بتاعي، اغيره بقى زي ما انا عايزه. مثلا لو كتبنا يلا نصمم كده، اقدر ان انا احط ايمج كمان. لو انا عايزه احط اي صوره اقدر ان انا ارفع اي صوره، واغير بقى في حجم الخط ونوع الخط وكل الحاجات دي. ده لكل جزء موجود، يعني تقدروا تغيروا في كل جزء موجود بالشكل ده، وتكتبوا اللي انتوا عايزينه. وبعد كده تنزلوا تحت مثلا، وتبتدوا هنا تضيفوا الاعمال بتاعتكم. وبعد يعني ما بتخلصوا بقى كل التعديلات في كل واحده، انا دوست على الكونتاكت مثلا، فبيوروكوا صفحه الكونتاكت يبقى شكلها عامل ازاي. وكمان الورك، لو دوستوا على الورك فصفحه الورك شكلها عامل ازاي، اللي هي دي. بعد بقى ما تخلصوا ده كله بتعملوا هنا بريفيو، تشوفوا شكل بقى الموقع بتاعكم شكله عامل ازاي. يعني لو ضغطنا على بريفيو كده، فهو هيكون كده بالظبط. بيوروكوا الشكل بتاعه هيبقى عامل ازاي. لسه ما فيش اي اعمال طبعا ضفناها، فلو في اعمال هتظهر تحت. تقدروا بقى تشوفوا شكله هنا على التابلت وهو واقف كده زي ما هو، او لو نيمنا التابلت بالمنظر ده على التليفون نفس الحكايه. تقدروا بقى تشوفوا شكله في كل الحاجات دي. بعد كده لو خلاص مش عايزين تعدلوا اي حاجه، هتدوسوا بابلش سايت. لما بتضغطوا بابلش بيظهر لنا الاسعار زي ما احنا شايفين. فلو خلاص هتكملوا بقى، فبتبتدوا ان انتوا تدفعوا وتدوسوا ابجريد ناو،
وخلاص الموقع بتاعكم بيترفع. ده بالنسبة لأدوبي. طيب هل في مواقع تانية هستخدمها؟ في اكتر من موقع تاني، مثلا موقع ويكس. موقع ويكس ده زي ما احنا شايفين برضو نقدر ان احنا ندوس get started، هندخل الايميل بتاعنا، وبعدين هنا هختار create new site. هنا السؤال بيقول لكم مثلا اللي هو الويب سايت اللي انتوا عايزينه ده عبارة عن ايه، فهنختار مثلا بورتفوليو. هنا الاسم بتاع البورتفوليو، طبعا في الاحسن ان انتوا تكتبوا الاسم بتاع البورتفوليو بالاسم بتاعكم انتوا، لان هو عبارة عن موقع بيتكلم عنكم وعن اعمالكم وكده، فالاحسن ان انتوا تكتبوا الاسم بتاعكم. هنكتب اي حاجة مثلا، وبعدين هنا سؤال عن ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تضيفوها في الويب سايت بتاعكم. هل عايزين تضيفوا شات مثلا، هل عايزين تضيفوا اونلاين ستور، حاجات كده كتير، والانستجرام. فاحنا هنضغط هنا على البورتفوليو، ممكن نضيف شات عادي وندوس نيكست. طبعا احنا بنعمل دلوقتي اي حاجه. طبعا انتوا لما تيجوا تعملوا البورتفوليو بتاعكم ايا كان الموقع اللي انتوا هتختاروا تعملوا من عليه، تبداوا ان انتوا بقى تقراوا الاسئله كويس وتشوفوا الاختيارات بتاعتكم وتعملوها. هضغط هنا على كاستمايز سايز. بعد كده بقى هنا هضيف طبعا الاسم، هعدله لو انا عايزه اعدله، هضيف اللوجو بتاعي هنا، كمان هضيف الايميل والعنوان والتليفون، ايا يكن الحاجه اللي انتوا عايزين تضيفوها، يعني مش لازم تضيفوا كل حاجه. بعدين هعمل نيكست. هنا المفروض اشوف بقى ايه الالوان اللي انا حابه ان انا امشي بيها. بعد كده هيظهر لنا اكتر من شكل بالالوان اللي احنا اخترناها لشكل الهوم بيج بتاعتنا، فعايزين شكلها يبقى انهي واحد، فبنختار اي واحد فيهم مثلا. وبعدين هنا بتضيفوا بقى ايه هي الاجزاء اللي انتوا عايزينها، او ايه هي الصفحات التانية اللي انتوا عايزينها في البورتفوليو بتاعكم. طبعا هنعوز about وهنعوز contact، فهنضيف الاتنين. نكست. ممكن بقى دلوقتي نروح للداشبورد، ممكن نروح نعمل edit على الموقع، كمان ممكن ان احنا نشوف الموقع يبقى شكله عامل ازاي لما نيجي نفتحه بقى. فلو دوسنا مثلا view live site هنا هيظهر معانا شكل الموقع اهو لما نيجي نفتحه. الموقع فيه الهوم والاباوت والكونتاكت، وكمان فيه هنا الاسم بتاعنا اللي احنا هنكتبه، ولو كنا حملنا طبعا صورة لوجو كانت هتبقى موجودة هنا. في طبعا هنا شات لان احنا ضفنا حاجة زي كده، فالشات موجودة. وهنا بقى شوية من الأعمال بتاعتنا، وهنا الكونتاكت بتاعتنا لو حد عايز يتواصل معانا، لأن احنا ضفنا برضو الكونتاكت. وهنا الموقع بتاعنا، دي حاجة طبعا اختيارية، ممكن ان انتوا تلغوها في الايديت بتاع الموقع. وهنا الايميل لو عايزين نعمل سبسكرايب. وده كده شكل الموقع من على ويكس. لو بقى حابين ان احنا نعمل ايديت للموقع، نغير بقى صور معينة ونضيف حاجات تانية، ممكن ان انتوا تضيفوا سيكشن زي ما انتوا شايفين كده. لو انتوا حابين ان انتوا تضيفوا سيكشن كامل تقدروا ان انتوا تضيفوا سيكشن. لو ضغطنا على اضافة السيكشن زي ما احنا شايفين كده هيظهر عندنا كل السيكشنز اللي ممكن تضيفوها، زي الاباوت والتيم والكونتاكت والسيرفيس وكل حاجة تقدروا ان انتوا تضيفوها، والاشكال بتاعتها مختلفة زي ما انتوا شايفين. فمثلا لو اخترنا ان احنا نحط ويلكم بما انها اول لسه الصفحة، ممكن نحط ويلكم كده، فالموقع هيبقى كده في البداية. طبعا نقدر ان احنا نغير نفس الحاجة الكلام زي ما احنا عايزين، وبنغير الصور ونرفع الصور اللي احنا عايزينها. كمان نقدر نغير تاني الالوان بتاعة الموقع، يعني الالوان اللي احنا اخترناها في البداية مش لازم اللي هي نكمل بيها، لو حابين ان احنا نغير ممكن ان احنا نغير من هنا. ومن هنا تقدروا ان انتوا تشوفوا الموقع تاني من بريفيو هنا بعد ما خلصتوه. بعد بقى ما خلصتوا كل التعديلات اللي انتوا عايزينها تقدروا ان انتوا تضغطوا هنا على ببلش خلاص، والموقع بتاعكم هيترفع على النت، وتقدروا ان انتوا تاخدوا اللينك بتاعه. يعني مثلا لو دوسنا دلوقتي ببلش زي ما احنا شايفين هنلاقي ان الموقع بتاعنا هو موجود على النت. تقدروا تاخدوا اللينك بتاعه وتشيروه مع اي حد بقى خلاص، او تحطوه في السي في بتاعكم. وبكده ده عبارة عن موقع ويكس. طيب حاجة تانية من المواقع اللي ممكن تستخدموها عشان تعملوا البورتفوليو بتاعكم هو جوجل سايتس. جوجل سايتس ممكن من خلاله تعملوا البورتفوليو بتاعكم من هنا. تضغطوا على بورتفوليو زي ما احنا شايفين. هنا طبعا تقدروا ان انتوا تعدلوا في الاسم زي ما انتوا عايزين، وتعدلوا في الكلام عامه اللي هنا، وكمان تعدلوا في الصور وتضيفوا بقى الاعمال بتاعتكم وكل حاجه زي كده. ولو رحنا للبيجز هنا هنلاقي ان في 3: الهوم والاباوت والبروجكت بيجز. كل واحده لو فتحناها تقدروا ان انتوا تعدلوا طبعا من جواها زي ما احنا شايفين، وتكتبوا الحاجه اللي انتوا عايزينها. وبرده بعد ما تخلصوا كل التعديلات هتضغطوا هنا على ببلش.
ده كان بالنسبه لموقع جوجل سايتس، فهو سهل جدا مش محتاج كلام اكتر من كده عليه. طيب هل في مواقع تانية اقدر ان انا استخدمها عشان اعمل بورتفوليو؟ في مواقع تانية كتير ممكن تستخدموها عشان تعملوا البورتفوليو بتاعكم، بس اعتقد وقت الفيديو ده هيكون طويل قوي، فاحنا هنوقف لغايه هنا الفيديو ده، والفيديو الجاي ان شاء الله ممكن اشارك معاكم بقيه المواقع وبعدين نتكلم على الفريلانسر كمان. لكن خليني قبل ما اخلص الفيديو ده اقول لكم على حاجه كده على السريع. دلوقتي انا شاركت معاكم شويه من المواقع اللي ممكن تستخدموها عشان تعملوا البورتفوليو بتاعكم. طيب لو انتوا عايزين مثلا تعملوا البورتفوليو بتاعكم بنفسكم زي ما احنا اتكلمنا، وحابين ان انتوا تعملوا بقى التصميم زي ما انتوا عايزين بالظبط وكده، ممكن تصمموه على فيجما عادي. لكن المشكله هنا اللي هتقابلكم هو ان احنا هنصممه كيو اي يو اكس ديزاينر مثلا، احنا خلاص صممناه، لكن المشكله مين اللي هيبرمجه؟ بالنسبه بقى للمشكله دي فهتلاقوا برده في الديسكريبشن بوكس موجود ايميل، الايميل ده بتاع مبرمج، تواصلوا معاه، هو اسعاره كويسه جدا لو عايزين تعملوا البورتفوليو بتاعكم بنفسكم وعايزين حد يبرمجه، فتواصلوا بقى معاه وشوفوا ايه هي الاسعار وكلموه عن عدد الصفحات بتاعتكم اللي انتوا عايزين تعملوها واعرفوا منه كل حاجه، وكمان قولوا له ان انتوا جايين من يلا نصمم. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. هو كان فيديو طويل شويه لكن اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو عاوزتوا اي مساعده في البورتفوليو او في السي في ما تنسوش ان انتوا تتابعوني على الانستجرام وتسالوني هناك. دي كانت كل حاجه النهارده، استنوا الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن بقيه المواقع الخاصه بالبورتفوليوز، وكمان هنتكلم فيه عن المواقع الخاصه بالفريلانسر. وبس كده، ما تنسوش تعملوا بقى سبسكرايب وكمان تدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده. ان شاء الله الفيديو الجاي مش هيتاخر زي الفيديو ده، هينزل على طول، فاستنوا الفيديو الجاي ومع السلامه.